صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله بخير. شوفوا الجنينة عندي كيف صايرة. هدول كنا زارعينهم بالصيفية، كلهم بدهم قلع لانه بلش الخريف. هون الجنينة عنا كلها بدها تنظيف. شايفين هدول الشتلات؟ راح نقيمهم كلهم. شوفوا لسه الخيارات ما كملوا الصيفية. ما كانت قوية، ما كانت شوب كتير، فكتير خضرة عندي ما استوت. شوفوا هون البندورة، خلينا ناكل. هي شجرة الحصرم، العنب. هات كان فاصوليا، وهي البامية شوفوا، بس ما لها مستوية، ما لها مكتملة، لأنه عقد ما نزل مطر وما صار شوب ما تهنينا فيهم. بس ليكو كلهم بدهم تعزيل، لازم ينقلعوا قبل ما تجي الشتوية. هي النعناع والبقدونس، هاد اكليل الجبل، الزعتر البري، هاد اوريجانو. فيا صباح الخير. شوفوا الزيتونات عندي ما احلاهن، لساتهم صغار، فما عم نسخن نشيل الموسم تبعنا. هدول موسم الزيتون. فليكو هالصيفية مو كان كلها مطر وشي، فالخضروات وهيك شي ما اكتملت. اي والله. ليكو بنات، رحت على السوبر ماركت من الشبار. شو لقيت؟ انا بالعادة بجيب هدول الوافل، بس هاد رايس وافل كتير 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 طيبين وصحيين للولاد للمدرسة مشان السناك. بس لقيت الوافل المعمول من الحمص، هاد بيجنن. اذا لقيتوا منه عن جد خدوه لاولادكم، كله بروتين، كتير مغذيين وبيشبعوا. كسناك كتير صحيين، الكل بنصحوا فيه يعني. فهلا حجرب، اول مره بلاقي من وافل معمول من الحمص. بالعاده بجيب تبعية الرز وتبعية الذره، المايس او البليله. ايه، فالحمص هي حجربها. لحظه خليني ادوقها اشوف كيف طعمتها. بس هي كتير 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 صحيه. جيبوها اذا عندكم اولاد للمدارس للروضات. صوت ماكينة القهوة. فبنات حدوقها، هي بدي ادوقها، بدي اعرف كيف طعمتها لانه اول مرة بشتري منها. فوصلت الاولاد على المدرسة والجو غائم، مو غائم، ماطر هيك، ضبابي فضي. خريف، جو خريف. فعندي شوية شغلات بالبيت، على اساس كنت بدي اطلع اتمشى. طيبة والله، كتير طيبة، كلها بروتين. طعم حمص عم تجي منها، عن جد جيبوها لاولادكم، طعمتها كتير طيبة، حيحبوها. فاليوم شو حنعمل؟ اليوم كمان عطلتي مثل ما حكيت لكم، بالايام اللي بكون معطله فيها حصور لكم فلوجات. فشربت قهوتي، يس. وشو كمان، بدي رتب البيت، ما عندي كتير شغل يعني، تنظيفات عميقة هيك شي ما عندي. نكنس البيت، رتب البيت. شو بدي اعمل؟ حشوف شو حاعمل معكم. المهم حنقضي اليوم، يوم العطلة كمان سوا. في عندي طبخ، شو عندي كمان والله ما بعرف. عن جد من زمان ماني مصورة فيديوهات، فما عم بعرف كيف حبلش، كيف عم احكي. لازم احط مكياج كمان، وجهي كتير تعبان. عم نام بنات، عم نام كتير، بس ما عم اشبع نوم، ما بعرف ليش، شو السر، شو نقص فيتامين، شو هو ما بعرف. بس عم نام منيح 7-8 ساعات، بس عم احس حالي مالي شبعانة نوم. فالبيت عندي قايم قاعد، حرتب شوي ترتيبات يعني، ما في تنظيفات. حرتب البيت وحارجع لكم، حشوف شو حنعمل بها اليوم، كيف حنقضي يوم العطلة تبعنا. اوكي، ليتس جو. رحت غيرت لبسي، لبست بيجامه مشان ارتاح فيه لاني حضل بالبيت، على الاغلب حضل بالبيت. فما بعرف بعد كيف حقضي يومي، ما عندي اي علم. فخليني اغير القشطة تصير زهري مثل لون الطقم يعني، كله زهري او كله ازرق. فهلا حقوم، في عندي شوية زبالة بدي كبهم ومفرستهم، لانه هون مثل ما بتعرفوا عن الزبالة تبعت التنك والبلور ما بصير نخلطهم مع بعض، فبينفرزوا بيعاد تصنيعهم تدويرهم.
مش حاخدكم معي، حورجيكم كيف حنفرزهم. فيا حاوية التفريز عندي اياها صايرة قريبة مني، ما كتير بعيدة، جنب البناية، يعني الشغل الدقيقة مشي بنوصل له. فليتس جو. شوفوا الجو كيف غائم وماطر. شوفوا قطة بسوني. بس 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 بس. ويسي. هاي هاي. هلو. كوتي كوتي كوتي. يو ايش قد وسخة هي القطة. هلو. كوتي 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 كوتي. هي كانت قبل تجي لعندي. اي. قلت كيف كده يلبسوني. شو جوتن مورجن. هنا نحاول بس مليانة. شوفوا هي حاويات التفريز، بس بالعادة هدول هن البلور اللي بيكون لونهم ابيض، وهون البلور الملون بنحطهم هون، وهون التنك، بس مليانين ما فيني كب شي. شوفوا الحاوية مليانة. انجا اروح لحاوية تانية بمكان تاني، ففي مكان تاني لانه نكب الحاويات، بس مو هون. بحطهم بالسيارة هدول وعلى طريقي بكبهم جنب روضة لاوين. احسن شي اعمل هيك لانه هون مليان الحاوية. اول شي حبلش اني ارتب غرفة الاولاد. هلا انا امبارحة المسا، انا عادة شو بعمل الغسيل بطبقهم المسا، بشغل هيك شي فيلم وبحط الغسيلات قدامي، بتفرج على الفيلم وبطبق الغسيل مشان يعدي الوقت بسرعة. بس ما بحطهم بأماكنهم بنفس الليلة، لأنه الولاد بيكونوا نايمين مشان ما يطلع صوت الخزاين وهيك شي، فبتركه لتاني نهار. بضب الغسيلات بحطهم بكونوا مطبقين، بس هيك بفرزهم يعني. فيا هاد أول شي حنعمل. هدول تياب دارا، أول شي حطبق اللبس وبعدين حرتب البيت. أوكي، هدول بيجامات دارا بنات لك مخزنة الولاد. الأسبوع الماضي طلعت اللبس الشتوي فمرتبتهم هيك كتير حلو شكلهم، بس صار لي تقريبا أسبوع كل ما يخربوا الولاد فورا بقوم وبرتبهم، لأنه حرفيا مالي حابة يخربوا وحابة هيك يضلوا هيك مرتبين. إن شاء الله يضلوا هيك طول الشتوية ما يخربوا. لحد الآن عندي طاقة إني دايما أرجع أعيد الترتيب، كل ما خرب أرجع أعيد، بس بعدين كيف حيصير معي ما بعرف. عرفتوا كيف؟ فالمهم ان شاء الله يضلوا هيك. فهي خلصنا ترتيب البيت. انا كل ما اخلص شي شغله مثل ما قلت لكم انا معتمده على الويكلي بلانر، بخطط ليومي لاسبوعي. بنات هلا في وحده كانت معلقت لي انه امراض الزهايمر بيعملوا هيك، بيكتبوا يعني بيكتبوا شو الاشياء اللي عليهم انه لازم يعملوها. بس بدي لكم مو ضروري الواحد يكون معه زهايمر ويعمل الويكلي بلانر او يخطط ليوم او يحدد اولوياته وينظم وقته. هلا ليكو انا امي كمان قالت لي هالكلمه، قالت لي بنتي لك انت عم تعملي هيك، بس انه امراض الزهايمر يعني الشيخوخه المبكره اللي بينسوا الامور بيعملوا هيك، بس انت لساتك صبيه باول عمرك، شو عم تحددي عم تكتبي على الورقه شو بدك تعملي شو ما بتعملي. فبدي اقول لكم شغله ليكو، هلا نحن حياتنا عن جد النسوان باوروبا كليا مختلفه عن حياه النسوان قبل. مثلا اغلب اللي حتى علقوا لي على فيديو تحديد الاولويات وتنظيم الوقت، اغلبهم كتبوا لي انه نحن ما عم نقدر نلحق، في عنا بيت واولاد ودراسه وعم بيشتغلوا كمان، ففي عندهم كتير مسؤوليات. مثلي انا كمان بشتغل وبيت واولاد ودراسه الاولاد وطبخ كل هدول الامور، فمن كتر عجقة المسؤوليات اللي علينا عم نضيع، ما عم نعرف من وين حنبلش. فبمجرد ما تعتمدي على على فكرة أنا ليكو أنا كل أسبوع هدول شوفوا كل أسبوع بعملهم وبخططهم، مو يعني قدام الفيديو عم أحكي لكم. أنا بعتمد بحياتي بشكل من قرابة ال4 سنين صاروا كمان، بعتمد بشكل رئيسي على التنظيم أو التخطيط الأسبوعي بشكل أسبوعي.
وبحدد كل شيء، بحدد كل شيء حرفيا. بحدد الايام اللي لازم اغسل فيها الغسيل، بحدد الايام اللي لازم نتحمم فيها، بحدد الايام اللي مثلا هلا بلشت المدارس، في عندي اشياء اضافيه لازم اعملها، مثلا دراسه ابني. عرفتوا كيف لازم اعطيهم هدول الاولويات اللي بحياتي. الطبخ مثلا احدد لهم الايام اللي بدي اطبخ فيها. التنظيف الاسبوعي ايمت بيكون، فاذا ما اعمل هيك بيني وبينكم بضيع وحتنهدر طاقتي كلياتها، وانا كتير 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 مرتاحه. ابسط مثال، هلا انا اليوم الصبح فقت وصلت الاولاد على المدرسه، شفت الكالندر تبعي شو عندي اليوم، شو بدي اعمل. مثلا اليوم عندي لازم رتب البيت، لازم اصور فلوج، لازم اتمشى شوي، بس ما تمشيت ليكم، يمكن اتمشى بعد ما اخلص المهام اللي عندي العصريات اتمشى. المهم في عندي شغلات مثلا الفيتامينات كمان شغلات أولوية مشان ما أنساهم أطلع عليهم، وتدريس رامان. ما عندي كتير شغلات اليوم مرتاحة فيه، فإنه حلو الواحد يفيق ويعمل الأشياء اللي عليه، وبقية اليوم خلي يومكم يمشي عادي. فما عندي غسيل، عرفتوا، ما عندي طبخ اليوم. إيه ما؟ لا ما عندي طبخ اليوم، بس لازم أطبخ اليوم. هلا امبارحة طبخت أكلة خفيفة على اعتبار زوجي كان قالع ضرسه، فما قدرت أعمل أكلة ليومين، فعملت شوربة. فلهالشي اليوم ما عندي طبخ، لازم أعمل شي طبخة هيك خفيفة سريعة كمان. المهم عرفتوا كيف؟ فهذا الشي بيساعدني إني أنا أرتاح ببقية يومي بكل الأسبوع. وعلى فكرة إذا يطلع لي شغلة مفاجئة، مثلا إذا بالشغل يدقولي يقولوا لي لينا تعالي اليوم لازم تشتغلي، والله العظيم بحس اسبوعي كله بتعكر. ليش؟ لانه حرفيا انا عم بخطط لحياتي، عم بنظمها على اساس كل هدول التفاصيل. ايام العمل، والايام ما بيكون عندي شغل، وايام العطله اغلب الاحيان بتركها تمشي مثل ما هي. السبت والاحد باخذ استراحه، يعني احيانا انا بشغلي بضطر اني اشتغل ايام السبت كمان، وبس بحاول انه مثل ما قلت لكم انه السبت يكون ما يكون في عندي شيء كتير، بس الاحد في عندي كتير شغلات دايما لازم اعملهم. الاحد مثلا بيكون يوم نهاية الاسبوع، في عندي تنظيفات اسبوعية، في عندي شغلات لازم اعملهم، فبيكون في علي ضغط. فعن جد حلو الواحد ينظم وقته، حلو الواحد لما يخلص يومك وتكوني عارفة انت عاملة شي بحياتك. هلا في بنات بيعتمدوا على الكالندر التخطيط الاسبوعي، في بنات ما بيعتمدوا، ما بيقدروا يمشوا على خطة معينة، فهذا حسب شخصية كل حدا على فكرة. فأنا هيك شخصيتي، أنا أكثر من 4 سنين بخطط يعني لأسبوعي بشكل كامل. بجوز حدا يشوفه شيء غريب أو عجيب في حدا، أنا هيك خيو. وعلى فكرة على فكرة هو علم التنظيم والتخطيط، ها مو مزح، هو علم. ففي كتير يعني أخصائيين مختصين، أشخاص مختصين بس عم يدرسوا موضوع التخطيط والتنظيم وهدول الأمور. في قنوات خاصة بس بالتخطيط والتنظيم، روحوا اسمعوهم بيحكوا. أنا بسمع لهم على فكرة، بيحكوا بتفاصيل أكتر. أنا ما فيني أحكي لكم أفصل لكم أكتر، أنا لأنه البرنامج تبعي بشكل أسبوعي، هو التخطيط الأسبوعي. أنا ما بخطط بشكل يومي، بقعد نهاية كل أسبوع بخطط لكل الأسبوع الأيام الأشياء اللي بعملهم. ف حيساعدكم، جربوه. واذا حابين انكم تستعينوا بالفيديو تبعي، روحوا ابحثوا وادخلوا على القناة تبعيتي، شوفوا وين صاير الفيديو، اكتر فيديو جايب مشاهدة يمكن هو فيديو التخطيط والتنظيم. فيا حاكي فيه شوي بتفاصيل شوي متوسعة فيه اكتر، فحيساعدكم. يلا المهم خلصت ترتيب البيت كله. بس شوفوا الاولاد شو جايبيني من الروضة. لاوين كجون ايتايا كجوني هاي لاوينا، هاي لدارة زي صاروش كده ساكم. هي اليوم كان عندهم يمكن كوربيس فيست، ما بعرف شو اسمه، هيربست فيست، مثل احتفال بالخريف. زي دارة ساكم على ساكم روتشكيتا وكوني اي كوربيس اساكم. كيش صار تشيك ريافو؟ حالان هيلينا. ايه لاوينا ما كنت حنا شو بيكون كيبس عم تاكل كيبس عم تاكل ايه؟ نينا. طبعا جهزت حالي ولبست. طبعا هاد هو الاوتفيت تبعي. لون البلوزة لونها اخضر، بس ما بعرف ليش على الكاميرا صاير زي دي، بس هو لونها اخضر شي كتير حلو لونه. فحلبس هي كمان، خليني اورجيكم اللوك النهائي كيف بيطلع. لحظة. فهاد هو اللوك. فالبنطلون القماش من زمان عندي اياه بس ما كنت عم البسه، فحسب الستايلات، فهالمرة هيك صار. شوفوا. وهات هو القميص شكله من فوق. هلبس هي، اخذ معي هي الشنطة
الشنطة فيكن تحملوها هيك، فيكن تحطوها على طرف هيك. لحظة، المشكلة ما عندي مراية طويلة منيحة هيك يبين الشكل كله. فالمهم فهاد هو الستايل. ورايحين لوين؟ رايحين على ألمانيا. لازمنا شوية أغراض نشتريها من هنيك. فحاخد معي هذا الجاكيت كمان لون هيك بيجي، شوفوا جوخ فضي، حيلبق على اللبس. نحن هلا طالعين، فالحمد لله طلعت الشمس. الولاد عم يقتلوا بعض ورا ليكو، بس مشان يضربوا بعض، عم يتجاكروا بعض مشان يضربوا بعض. المهم جهزنا حالنا وطالعين. نحن الحمد لله طلعت الشمس شوي هيك الجو صار احلى يعني. ف دي ورا انكي هارن تشتو بكره نور دايما شو تشتو بكره نور. طبعا بنات اجيت على البيت فبدي اطبخ، ما لحقت، قلت لكم بدي اعمل شي سريع اليوم. ففي عندي هون شوفوا هدول شنيتسل الدجاج، وهذه كمان لحمة البرجر، بس عجاج يعني. اوكي طبعا انا ما باكل لحمة البرجر، هدول التشيكن ما باكله. فجبت لحالي هي بتجي جيموزة باتيس. فمثل انه بدي اعمل منهم برجر فيجان، عرفتوا كيف؟ يعني فيها هيك كل انواع الخضروات. هي انا باكلها بالبرجر بس من ماكدونالدز، كتير كان طعمتها طيبة يعني. دايما بوصي منها، ما باكل تبعت اللحمة، باكل دايما تبعت الخضرة الفيجان. وهون كمان وقعنا الاغراض. وهون بدي اقلي بطاطا كمان عندي، وبدي اعمل هيدا شوفي لحظة بس. في عندي هون تشيلي تشيز حنقليهم كمان. فالمهم اخذته من الكوفلاند، حشوف اذا كانوا طيبين بنصحكم فيه لو لا. اول مره بجيب التشيلي تشيز تبعهم فحندوقهم. والمهم هلا حاعمل سندويشات برجر بشكل سريع. بنات طبعا حورجيكم كيف انا بنظف الفضه عندي. ليكو هون عندي هدول، هذا المحبس فضه، هذا الخاتم امي اعطتني اياه هديه من الصف التاسع وهذا اللي نجحت كمان فضه. في عندي هذا الطوق كمان اجتني اياه هديه من سلفتي فضه. هذا الطوق لزوجي انا اشتريت له اياه فكمان فضه. فهلا حنضفهم وحورجيكم شو هي الطريقه اللي انا بنظف فيها الفضه. اول شي بتجيبوا السلوفان، ليكوا شو حاعمل. كل شي عندي اياهم فضه ححطهم هون. ليكوا لحظه شوف حطيت الفضه كلها هون. وهلا في عندي ليكو ظرف بيكنج باودر هحط فوقه هيك. الهي انا بهدلت المطبخ كلياته على فكره. هلا خلصت تنظيف المطبخ وكان عندي شغل لازم انام بكير. فهلا انا شو كان ناقصني اني طالع شغل من تحت الارض لحالي. والله انا غبيه، والله لو ما كنت غبيه ما كنت طلعت هالشغل. المهم كان فيني اجل لك ما في مشكله والله، بس لانه بدون تنظيف وحبيت اني اورجيكم انا الطريقه اللي بنظف فيها الفضه. فهلا شوفوا شو حاعمل هيك حافركم مع البيكنج باودر. وهلا ححط فوقها مي غالية. المي لازم تكون مغلية، شايفين هيكو. معلش حتفور هيك وهيك حتفور لانه البيكنج صودا فيها. وشوفوا شو حاعمل، كان ريحة قوية. هحاول اني اغطي اعمل هيك البخار يضل. وحاتركها لبينما بس شوي تبرد، عرفتوا كيف؟ خليها هيك فيها، هي لازم تكون ملفوفة، الاكسسوارات تكون ملفوفة بالقصدير. فحاتركها على جنب بس لتبرد شوي وبعدين بورجيكم النتيجة.
هاي دايما موجودة بالمطبخ، بستخدمها للتنظيف المطبخ وهيك شي بالأماكن الصعبة يعني. فهلا حفرشي فيها هدول الاكسسوارات، حفرشيهم بهاي الفرشاية كتير منيح، وحورجيكم النتيجة بالاخير كيف حتطلع، لاني ما فيني اتحكم بالتصوير مع التنظيف. طبعا بنات ليكو غسلتهم ونظفتهم، بس امانة شوفوا اللون، ليكو شوفوا هاد ما كان هيك لونه، عن جد رجع جديد عم يلمع لمع. شوف خليني اورجيكم، هذا الطوق كان كتير مخنق، ما بعرف اذا كان اللون، شوفوا شلون رجع جديد. فعن جد بتحسوا بالفرق فورا. حتى طوقي كان هدول الالمازات شايفينهم كانوا كتير مغرقين هيك، ما كان لهم لمعة ابدا، بس هلا شوفوا على الضوء عن جد اللون كأنه رجع جديد، كتير نطفوا معي، يعني بتحسوا بالفرق من اول مرة. ليكو شوفوا الالمازة كيف عم تلمع، فرشيتها كمان رجعت جديدة. ليكو يعني في فرق بيعطيكم، يعني بتحسوا بالفرق من بعد اول استخدام، يعني مو مزح. المهم جربوها انتو كمان اذا عندكم فضة اكسسوارات حابين تلمعوها تنظفوها، شوفوا كيف حيرجع اللون تبعه، واكتبوا لي بالتعليقات. بدي انهي الفيديو معكم هون، بحبكم كتير، انطروني بفيديوهات جديدة. باي باي.